هؤلاء هم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله رب العالمين. كل طالب منهم يحفظ على حدة ثم يأتي إلى شيخه ليصحح. لهؤلاء الطلاب دوي كدوي النحل في المراجعة والحفظ والقراءة والدرس. شوفوا، انظروا إلى القرآن الكريم كيف هو وكيف أهله. شارع طويل ما شاء الله تبارك الله كله طلاب ولا يلتفتون إلى الناس. شوفوا، منشغل بنفسه ومنكفي على لوحه. يوم الفصل جمعناكم أولين، هذا يوم الفصل. يلقنه الأستاذ كلمة 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 كلمة. يا الله، كم عمر هذا الشارع بالتلاوة وكتابة القرآن. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله. يكتب بالمداد بالفحم، يضعون عليه ماء ثم يكتبون به على اللوح. واصلوا خير وأشبرت الأنفس الشح، فإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه الألواح تعيدك إلى زمن السلف، زمن الكتاب الأول، عندما كانوا يكتبون في أوائل التدوين وفي أوائل الكتابة. انظروا، والله أنا تعجبت من هذه المدرسة ما شاء الله تبارك الله. ويوجد لها فرع آخر عجيب. هنا موجود في نفس هذا البلد؟ ممكن نذهب إليه؟ شكرا لك. شوف الولد الصغير كيف يشيل المويه. لا إله إلا الله. والله أن في نعمة كبيرة يا ناس. هم ما عندهم مياه في بيوتهم، غير يجيبون المياه هذه يأخذونها من الآبار. إذا أرادوا أن يغتسلوا وأن يتوضأوا وأن يطبخوا وأن يغسلوا ليس لهم إلا هذا البئر، يرسلون أولادهم الصغار إلى هناك فيأتون لهم بالمياه، وهذا يمشي والمويه تطيح منه يا حبيبي. هنا الأغنام تدخل البيوت وتدخل متى ما شاءت أينما شاءت كيف ما شاءت على أي صفة شاءت. الآن بدأ الفرع الثاني للمدرسة. هذا أول طالب رأينا ما شاء الله تبارك الله. أين الفرع الثاني؟ هنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يبدو أنهم في مسجد والعلم عند الله تعالى. هذا الفرع أحسن حالا من الفرع السابق. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا المسجد كله ممتلئ بهذه الألواح التي يقرأ منها الطلاب. ما شاء الله تبارك الله. الآن سنخرج من هذا المسجد وما شاء الله تبارك الله نجد هنا أيضا الناس عند بيت الشيخ الأصلي يجلسون ويحفظون. هذا الشيخ سابع سعيد هو مؤسس المدرسة ومنشئها، وهنا مسجده، وهذا هو بيته الذي يحفظ حوله الطلاب، وهناك أبناؤه الذين يعلمون. الشيخ زكريا الآن هذا هو والد الشيخ سراقة والشيخ فضل الذين يدرسون هناك. طيب لماذا الأبناء ما استقلوا عن والدهم؟ لأن المكان ضيق جدا وكثر الطلاب والطالبات فانتقلوا إلى هناك. يعني الفرع الأصلي للمدرسة هو في هذا المكان. الفرع الأصلي هو هنا وهناك فرع آخر. بما أنهم كثر. شيخنا متى بدأوا في فتح هذه المدرسة؟ هذه المدرسة ورثها من أبيه. ورثها عن أبيه. ما شاء الله ذرية مباركة بعضها من بعض. شيخنا الحبيب الغالي، منذ متى بدأتم في التدريس هنا؟ 60 عاما. من 60 عاما وأنت تدرس هنا؟ جزاك الله كل. هذا العمل الذي تتعجبون منه اليوم ليس وليد اليوم ولا وليد الليلة ولا وليد اللحظة ولا وليد سنة أو سنتين، بل هو من 60 عاما، ولذا أثر فيكم. ما شاء الله. بجوار بيت الشيخ سابع سكن للطلاب صغير في ذاك المبنى. هل تسمح لنا شيخنا بزيارته؟ نعم. شكرا جزيلا. ما شاء الله تبارك الله. من أمام المسجد ومن أمام بيت الشيخ الفاضل سابع يأتي سكن الطلاب. الآن ندخل إلى سكنهم لتروا ما عندهم. بسم الله. الزقاق الضيق خرج حفظة القرآن. ما شاء الله. هذه أول غرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. دوافور للغاز ولا شيء يرد البصر. مكان للطبخ، ألواح لحفظ القرآن، سجادة للصلاة، مصحف، ولا شيء آخر. وهذه الغرفة الثانية الآن ندخلها. يا الله يا الله يا الله.
يا الله والله لا شيء يرد البصر. الله. هنا كبار التلاميذ، يقول هذه غرفة لكبار التلاميذ. خلينا نشوف هؤلاء فئة الVIP ال5 نجوم، كل ما لهم أنها مفروشة بالحصر، لا يوجد شيء آخر سوى إناء الطبخ والألواح لحفظ القرآن الكريم وسجادة وحصير ولا شيء آخر. هذه غرفة لمن يا شيخ؟ كبار التلاميذ؟ كبار التلاميذ؟ كبار التلاميذ لم يزيدوا شيئا على رفاقهم إلا أنهم ينامون تحت الناموسية. لله دره. والله يا جماعة ما جاء في بالي شيء إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هؤلاء هم الزهاد الحقيقيون. الله. يا الله يا الله يا الله، كم تفضلت عليهم، كم امتننت عليهم. اللهم جد علينا أعظم مما جدت عليهم، وافتح علينا من فتوحاتك. وهذه ما شاء الله تبارك الله غرفة لأحد أحبابنا وهو يطبخ إفطاره، ما شاء الله عليه. الله يزيدك من وسع فضله ويجعله بالهنا والعافية. الله يجعله بالهنا والعافية يا رب. يا دكتور علي، ما هو الإفطار الذي يطبخه هذا الرجل؟ هذا حتاة القدر يجمعونه من بيوت الناس ثم يخمونه في صباح الذي يتبقى في القدر في الأسفل. يفطرون عليه. شيخنا الآن الذي يأكله هذا الرجل هو ما تبقى في أواخر القدور الموجودة في بيوت الناس، يجمعه من هناك ثم يأتي ويحميه ويفطر عليه. صحيح. والله عجيب. عدد طلاب المدرسة حوالي 1000. يقول لي الدكتور هنا توجد وحدات أخرى سكنية وتريد تزورها؟ قلت أكيد، ودنا نشوف هؤلاء كيف يعيشون. قالوا توجد وحدة أخرى هنا. فلما نظرت إلى هذا الحجم والله ظننت في البداية أني لن أدخل إلى بيوت سكنية. انظروا إلى ضيقها وإلى صغرها، سبحان الله العظيم. وهذه وحدة ثالثة على امتداد شارع المدرسة. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. صغير التلاميذ، صغار التلاميذ هنا. هذه غرفتهم، وكل كيس من هذه الأكياس عبارة عن دولاب مصغر فيه أغراض كل طالب جاء من بلده إلى هنا لكي يسكن ويدرس ويتعلم القرآن. والله وبالله وتالله قسما بمن أحل القسم أني عددت هذه الأكياس الموجودة هنا كيسا كيسا فبلغت 90 كيسا. 90 طالبا في غرفة كهذه، لا أدري كيف يجتمعون، كيف ينامون، كيف يأكلون، كيف يشربون، كيف يستطيعون أن يعيشوا حياتهم. لا إله إلا الله. أفخم حقيبة رأيتها هذه الحقيبة، وعامة الحقائب الأخرى هي عبارة عن أكياس الدقيق وأكياس الرز والخيش. لا يوجد أثر هنا لأي كهرباء أبدا، بل خشب فوقه زنك، ويجعلون بعضه مدسات يدسون فيها بسطهم، والمكيفات فتحاتها فارغة. وهذا عندهم مكيف ونافذة في نفس الوقت، والباب عندهم ليس له أي شيء، شوف مفتوح فورا، مجرد أن يدفع فيفتح. وهذه وحدة نطل عليها اطلاع عابرة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والله نحن المحرومون وليسوا هم. سبحان الله، هنيئا لكم. أنا استحي من الشيخ، يبغاني أدخل كل غرفة وأصورها، لكن والله العظيم يعني لا جديد سوى ما رأيتم. نسأل الله اللطف والعون لهم. ادعوا لهم يا جماعة. الظالمين لهم عذاب أليم، الظالمين المشركين مما كسبوا وهو واقع بهم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. هذا الدكتور إسماعيل علي يونس. أنت دكتور إسماعيل تخرجت من أي كلية؟ كلية القرآن الكريم في المدينة المنورة. نعم. ما شاء الله. في أي تخصص؟ تفسير وعلوم القرآن. ما شاء الله. سمعنا أنك استفدت من هذه المدرسة يا دكتور إسماعيل، أليس كذلك؟ بلى. مدرسة الشيخ سادع. بلى والله. قرأت على من؟ الشيخ سراقة. الشيخ سراقة قرأت عليه. ما شاء الله. كيف رشحت لجائزة دبي يا شيخ فضل؟ والله من خلال الممثل لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الشيخ الفاروق أبا حمزة. الممثل في نيجيريا. كيف ترشحت دكتور إسماعيل لجائزة الملك عبد العزيز الدولية؟ ترشحت لها بعد أن اجتزت 4 مراحل. يعني 4 اختبارات. 4 اختبارات في نيجيريا. في نيجيريا. طيب عندما رشحت ووصلت إلى هناك حزت أي مركز؟ المركز الثالث. في أي فرع؟ الأول. ما هو؟ لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره. ما هو هذا الأمر الذي تطبخه هذه المرأة في الزيت وتقليه هنا؟ هذا زي ما عندكم يسمونه المقلية يعني. أو الجيمات؟ أو الجيمات نعم. هذه كم ثمنها هذه يا دكتور إسماعيل؟ يعني كل حبة يعني 5 حلالات. الحبة ب5 حلالات، يعني 20 حبة تقريبا بريال. 20 تقريبا هذه المرأة تضعه ثم تضع عليه من هذه البهارات الحارة حتى يأكلونها ويطعمونها. وعندهم هنا ال5 هلالات وال10 هلالات، والهللة معتبرة، ويطبخ على الحطب كما تشاهدون.
هذا هو الإناء الذي يطبخ عليه، وهذه هي. تخيل فقط أن يكون فصلك بهذا الشكل، فيه علف للبهائم وعربية وسجادة وأشياء عجيبة غريبة. ما شاء الله تبارك الله. هذا الشيخ شرف الدين كتب المصحف كاملا وانتهى من المرحلة الأولى وبقي عليه التشكيل والضبط. هذا الذي بقي لك يا شيخ شرف؟ أسأل الله أن ما الذي تبقى له الآن يا دكتور إسماعيل؟ الذي تبقى له الضبط، وهو وضع الهمزات فوق أو تحت أو على السطر ولا علامات الوقف. هؤلاء الطلاب ما هم؟ هؤلاء الحفظة هم الذين في المرحلة الأخيرة تقريبا. ماذا يصنعون؟ هم إذا حفظوا يكتبون ثم يكتبون ويأتون عند الشيخ للتصحيح. ما شاء الله، يعني هنا الشيخ يصحح لهم ما كتابتهم. طريقة الكتابة. هذه هي مرحلة الستر. نعم. التي يكتب الطالب فيها القرآن كاملا عن ظهر قلب على الألواح، فإذا اجتاز ينتقل إلى كتابته على الورق. الأساتذة يضعون الأوراق للامتحانات خلف بعضها، هنا يضعون الألواح فوق بعضها، ثم يأتي الطالب هذا فيصحح له الأستاذ ما كتبه في هذا المكان. الله أكبر، والله إن هذا أعتبره من إعجاز القرآن. هؤلاء الطلاب والمشايخ لا يعرفون شيئا عن العربية، ولكنهم مع ذلك يعرفون الأخطاء الموجودة. والله لو اختفت جميع المصاحف عن وجه الأرض والله لأملينا القرآن من قلوبنا. الله أكبر، من صدوركم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وليا إدغام سردهن لا يجدون وليا ولا نصيرا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ماذا تقول دكتور إسماعيل؟ أنا أثناء التصحيح يحدد له المتشابهات، مثلا يقول هذا هم 5 في القرآن أو 6 أو 3، يحدد له الموصول والمقطوع. يعني الأستاذ هنا يحدد له الموصول والمقطوع. نعم. طيب يا شيخ فضل، أينما كم مرة وردت موصولة وكم مرة وردت مقطوعة في القرآن الكريم؟ طيب أينما وردت الموصولة في 4 مواضع وبقية المواضع مقطوعة. مواضع الموصولة فأينما تولوا فثم وجه الله. 1. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. 2. أينما يوجهه لا يأتي بخير. 3. أينما ثق. ما هو الاصطلاح الذي يطلقونه على هذا؟ الخرج. الخرج، هكذا سمعتموه. نعم. ولا تعرف سبب التسمية. نعم. ولكن هذا له أصل عن المغاربة. عن المغاربة. ما شاء الله. هكذا يبرون سن القلم أو سن اللوح، يبرونه بشيء مثل الموس، يبريه به هكذا في هذا الفحم. هذا الخط جميل ما شاء الله تبارك الله في هذا اللوح. إيه صح، هذا خط جميل. لمن هذا اللوح؟ من هذا لأحد البنات. ما شاء الله تبارك الله. من طالبات المدرسة. ما شاء الله عليك. ولو كنا النساء كمن رأينا لفضلت النساء على الرجال. آخر سؤال، ما هي أمنيتك؟ مواصلة الدراسة في كلية القرآن الكريم في جامعة الإسلامية أو إحدى الجامعات المملكة. ما شاء الله، أسأل الله أن يبلغك